اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا عطل جديد عن مروحة السقف. حاجة مهمة جدا جدا لكل فني او كل صاحب مروحة هاوي، كل صاحب جهاز هاوي او كل فني مبتدئ. انا مع المروحة دي كان حد مغيرها رمان بالي، زي ما انت سامع اهو، مفيش اي صوت خالص، رمان البلي سليم زي الفل، مفيهاش اي مشاكل. طيب تعالى نشغل مع بعضينا ونديها كهرباء ونشوف هي هتعمل معانا ايه المشكلة اللي في المروحة. هنبدأ ندي المروحة خدت طرف الكهرباء. طبعا انا لو اديت المكثف يمين او شمال المفروض تلف معايا لفة يمين ولفة شمال. طيب كده هي مش لفة، هنحاول نلف كده معانا بتقف. عايز تلف الناحية التانية بس مفيش استجابة اهو. فطبعا مفيش استجابة من المروحة خالص، لا لف يمين ولا شمال، مع اني معايا الاطراف بتاعت المروحة شغالة اهو. الاطراف مجمعة معايا، الاطراف مش قاطعة، يعني الملفات معايا سليمة، رمان البلي سليم. المشكلة معايا هنا في ايه؟ تعالى نفك مع بعضينا ونشوف ايه المشكلة اللي في المروحة دي وايه سبب عدم دورانها مع اني انا مغير رمان بلي. ده في حالة انك انت تكون مغير رمان البيلي او حد مغير لك رمان البيلي وفي نفس الوقت عندك المشكلة دي. طبعا قبل ما نفك اساس المشكلة دي التخبيط، لذلك بنقول لو اضطريت للتخبيط يكون بعقل، وتكون انت فاهم وعارف بتعمل ايه وبتخبط فين وايه الاثار اللي هتسببها الخبطة بتاعتك دي. ابدأ افك الوش. طبعا انا مش محتاج غير ان انا نشيل الوش ده. لو هنلاحظ هنا المبينة معايا، بص كده هنلاقيها عالية عن الملفات. الملفات اهو لو نلاحظ، بص كده بالجنب هتلاقي الملفات اعلى من المبينة نفسها. يعني اهو الملف هنا نفسه اعلى من المبينة اللي هي دي. يا رب تكون الدنيا واضحة اهي. فانا كده المشكلة اللي عندي ان في عندي ترحيل فين؟ في الوش. طبعا المبينة راكبة زي ما هي سليمة، الرجل زي ما احنا اتفقنا دايما القصيرة تحت والطويلة فوق، يعني ما تقوليش المبينة فيها مشكلة. انا المشكلة عندي هنا فين؟ في الملف نفسه، الاكس دوت اتنطر الملف طلع لفوق. فاحنا المفروض ان احنا هنرد الملف ده ننزله تحت تاني. هنخلع على الوش اللي تحت ده وننزل الملف ده. هو خليكم معايا. لو نلاحظ هنا الشرشرة اللي هنا دي المفروض تنزل معايا تحت شوية. هنبدأ على المكبس هننزل الملف شوية تحت وهنرجع نكمل مع بعضنا تاني. هننزل الملف شوية تحت ونرجع نكمل تاني. نبدأ نضغط بالمكبس بحيث ان احنا ننزل لغاية ما نوصل للشرشرة دي هنا اهو. لاحظ معايا
طبعا انا تحت هعمل نظام ماسورة بحيث ومفتوحة من ناحية بحيث ان انا نحمي الروزيتا، وفي نفس الوقت مروحتي ما يجراش فيها اي حاجة وبدون تخبيط. تمام. طبعا في حالة ان انا نلاقي مثلا المسافة دي بقت كبيرة ازود من اللازم، لما نحط الوش هنبدأ نحط دي كده تاني ونبدأ ننزلها واحدة واحدة مع بعضين. هنركب على الوش وهنشوف الدنيا كده تمام اتظبطت معايا ولا نحتاج ننزل بيها حبة كمان. بالشكل ده احنا نبقى ظبطنا الموبينة. طبعا عايز اوضح لك حاجة بالنسبة للموبينة. الموبينة بدايتها المفروض معايا بتبدأ من هنا اهو لغاية هنا. الحبة دي انا دي ما تشغلنيش، انا بداية الملف بتاعتي بتبقى من اول هنا كده لغاية هنا المسافة دي. الحبة دي المشطورة دي انا ما تشغلنيش. فهنيجي نركب هنلاقي الموبينة اتظبطت معايا زي ما انا عايز بالظبط. هنبدأ نركب ونجرب ونشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. طبعا اللي مركز معايا في اول الفيديو احنا كنا بندي اطراف الكهرباء لكن كانت بتعمل صوت زنة وما بتلفش معايا نهائي. طبعا عايز اقول لك على حاجة من اسباب ضعف المروحة، يعني المروحة تبقى ضعيفة في اللفة، ترحيل الموبينة عن الملف. الموبينة مادام اترحلت على الملف بتعمل معايا ضعف في اللفة. بس طبعا لما يكون الكلام ده هو الترحيل بسيط، لما الترحيل يكون بزيادة زي اللي احنا شايفينه كنا قدامنا في الفيديو فده بيوقف المروحة تماما، رغم ان الملفات بتاعتها سليمة وامورها طيبة وما فيهاش اي مشاكل، لكن بتوقفها ترحيلة الموبينة. هنبدأ نجرب ونشوف هل هتشتغل معايا ولا لسه معايا مشكلة. طبعا ده اتجاه وده الاتجاه التاني. ده طبعا الاتجاه الغلط اللي مش هشتغل فيه، انما ده الاتجاه اللي احنا المروحة هتبقى شغالة فيه، نفس الجزء اللي هي شغالة فيه المروحة اهو. وكده انا مشكلتي تبقى اتحلت. وفي سبب تاني يعطل معاك المروحة وبرضه تبع الموبينة، اللي هو يعني انا عندي الوش متطبق هنا، لما انا الموبينة تبقى عايمة معايا هنا، يعني انا نحرك الموبينة تتحرك معايا من جوه الوش، يبقى انا كده في عندي مشكلة في الموبينة. يبقى تاني كده مع بعضنا على السريع، انا المروحة كفني مبتدئ او كصاحب مروحة عميل غيرت رمان البلي وبقيس اطراف الملفات كلها مجمعة معايا وكويسة ما فيهاش اي مشاكل، المكثف سليم 100%، لكن المروحة مش شغالة معايا او بتعمل صوت زنة لكن شغل مفيش. طبعا هيكون السبب هو ترحيل الملف عن الموبينة. زي ما شفنا في الفيديو الملف مش جاي قصاد الموبينة، فده بيعمل معايا مشاكل. ده بيسبب عدم دوران المروحة نهائيا سواء شمال او يمين. والسبب الثاني ان هو بيضعف قوة المروحة لو الترحيل ضعيف بنسبة ضعيفة بيضعف قوة المروحة. لو الترحيل شديد فانا ده بيمنع معايا دوران المروحة نهائيا، لاني اللي بيساعد على دوران المروحة الملف لازم يكون بنفس التوازي مع الموبينة. ودي كانت مشكلة المروحة
وكده احنا حليناها وحبينا نشارككم ازاي ان احنا نحل الكلام ده مع بعضينا. واي معلومة او اي استفسار حابب تعرفه عن اي محتوى انا بقدمه، انا تحت امرك، راسلني في التعليقات وهرد عليك على طول. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة فانت كده فاتك كتير، الحق اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.